السلام عليكم بنوتات، لاباس عليكم؟ اموركم طيبه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ربي تكونوا بالف الف الف خير. اليوم غادي نتكلموا على الحلقه العاشره من مسلسلكم الشيق والممتع والناري كذلك الى دار الحال. كيف ما تشوفوا في اخر حلقه بقات اللقطه منين زينب عرف الوالد ديالها فين كاينه، حتى فجأة وجا عندها على الفلا لدار طه. تما فين تصدمات وبزاف وشدها او بدات يهضر معاها بواحد الطريقه اللي هي قاسيه بزاف، وتيقول لها هذه هي تربيتي فيك وهادشي اللي تسنى منك، شوهتيني وسط ناس الدوار وهربتي غير ما طرا رجلك صافي سبتي هادشي بزاف عليا. المهم احبائي، هنا فين غادي يبدا كما قلنا يسخسخ فيها ويعذب فيها، ولكن اليعقوبي غادي يجي يحاول يدافع عليها وغادي يجي يشد يدو ويبعدها عليه. مين غادي تشوف هادشي غادي تغتنم الفرصه وغادي تهرب وغادي تمشي في حالها، غادي تمشي في حالها وغادي تهرب وغادي تمشي عند نعمه وغادي تمشي تشكي ليها على داكشي اللي وقع ليها وتقول ليها عافاك خبيني على الوالد ديالي، راه قدر يلقاني من بعد ما شاف هذاك الفيديو. صافي غادي فعلا نعمة غادي تشدها وغادي تجلس معاها، لكن بحكم الفراغ اللي عند طه وكانت مالية ليه حياته وكانت هي تقريبا ولات كلشي ودخلت عليها الضحكة في قلبه، ولات يشوف الحياة بواحد الرحابة اللي هي كبيرة، ولات يشوف يعني ولات حياة وردية بالنسبة ليه منين خدات زينب في حياته. فمنين غادا تمشي غادا تخلي ليه واحد الفراغ اللي هو كبير بزاف، لهذا السبب غادي يلتجئ للنعمة وغادي يمشي يقلب عليها عند نعمة، وفعلا غادي يلقاها وغادي يمشي يحاول باش يقنعها ويهضر معها ويقول ليها بليز رجعي لخدمتك، ما تخافيش والديك صافي مشى عمرو ما غادي يرجع على ضمانتي وكدا وكدا وكدا، وغادي يبقى معاها فعلا حتى ترجع للخدمة ديالها. اما بالنسبة للزوجة ديالو سعاد فهي كانت ديما خاوية الدار وديما عندها اشغال برا، لدرجة انها ما تشوف الرجل ديالها اللي هو طه حتى نريد الليل، وهادشي كامل شغلها حاجة وحدة، واحد السر اللي طالما خباتو على الزوج ديالها اللي هو انها تتقلب على الابن المختفي ديالها لمدة سنوات طوال. المهم تتقلب عليها وهمها الوحيد هو تلقى الابنة ديالها. وكذلك غادي نكتشفوا في الحلقات القادمة والحلقات المتقدمة من المسلسل أن الابنة ديالها هي زينب. أما بالنسبة لرشيدة الأم ديال نعمة فهي كيف ما شفتو إنسانة متسلطة، إنسانة قيادية، إنسانة اللي تكون ديما تتبغي تعيش هذيك السلطة ديالها والأمر أمرها وتنهي كيما بغات وتكون كلشي في يديها. فغادي نلقاو انها ولات تتحكم بزاف في البنات ولات تتبغي تبقى عليهم تتبغي، ومره تيكون عندها ديك زله لسان واش هي مولات عفوا هي الوالده ديال مولات الدار، ولكن كما تنشوفوا نعمه ديما تستردها اللور وديما تتصدها وما تتخليهاش يعني يكشف الامر ديالها. فنعمة غادي تحس بواحد صافي غتحس براسها واش صافي ولات تائهة وسط هاد المشاكل هذا، ومحتاج شي دفء اللي ينسيها في المشاكل ديالها. فغادي تطلب من عبد العالي باش يجي يتقدم الخطبة ديالها باش تكون واحد الخطوة اللي نقدروا نقولوا عليها رسمية بينها عبد العالي. عبد العالي ملي غتحطو امام امر الواقع وغادي تحطو امام هاد الخطوه اللي كنستبعدها هو حتى يشبع راسو، فغادي نلقاو انه غادي يمشي يقلب منين يدبر في الفلوس والمصاريف ديال هذيك الخطبه بحكم هو ما خدام حتى شي حاجه. فعلا غادي يمشي وغادي يدق البيبان ومن بينهم باب غزالي.
غزالي اللي تتنتظر هاد الفرصة اللي بالنسبة ليها من ذهب باش يجي باش لي عندها. ففين غادي يمشي عندها غادي تقترح عليه باش يخدم معاها، يرجع يخدم معاها، وفعلا غادي يرجع يخدم معاها وغادي يرجعو يولي قريب ليها، وهادشي كامل في سبيل باش يتجمع مع نعمة. نعمة غادي تمشي عند الوالدة ديالها وغادي تقول ليها واش عبد العالي راه بقى يخطبني وبغا صافي بغينا نجمعو روسنا ونتزوجو باش ما يبقاش مجرد انسان داخل في حياتي. الام ديالها غادي ترفض رفضا باتا بحكم انها متعجبش عبد العالي، او ماشي هو اللي بغات لبنتها، بغات ليها شي حاجه احسن، شي راجل يكون في المستوى اكبر من ديال بنتها، في واحد المستوى اللي يزيد بنتها القدام، ماشي واحد اللي عاد غادي يعول على بنتها نعمة هي اللي غتولي تهزاه بدل هو اللي يهزها. هنا غادي نلقاو الرفض ديال رشيدة والدة نعمة، لكن نعمة غادي تدافع بقوة وغادي تخلي بحال ديما الرأي ديال امها معلق وما يهمهاش، المهم هي قالتها ليها. لهذا السبب غادي نلاحظوا ان رشيدة غتولي تتبع الخطوات كاملة ديال عبد العالي حتى تحصلوا مع مدام غزالي. من غتحصلوا على مدام غزالي غادي تجيب ليها بالتأكيد وبلي بروف واش هاد السيد فعلا ما صالحش ليك، شو باش نتي دير مورا ظهرك، وانا ديما تنقول لك بعدي عليه، ولكن انت راسك قاصح لاصقه فيه. هنا غتجي الصدمه النعمه وصافي غادا تقول ليه الله يعاوني ويعاونك الناس، غادا تفارق معاه، غادي يحاول معاها ويحاول يشرح ليها، لكن هي صافي غادا تسد عليه. لان نعمة تخلطوا عليها الامور، تخلطوا عليها بزاف ديال الحوايج، وتشوف راسها ضايعه في ديك الدنيا من صغرها، ما عندهاش نصها من صغرها هذيك السيده وهي هزه الحمل الثقيل وهي تتخمم براسها وبالرغم من القساوة اللي عاشها إلا أنها ديما تتبقى هذاك الحضن الحنين كما تشوفوا محتوية هذوك البنات كاملها في دارها. وبالنسبة بالنسبة لخديجة فغادي نلاحظوا أن غادي تجي عندها صاحبتها من دربها حتى الدار ديال نعمة، واللي غادا تصدم وتقول ليها اش ديري هنا. بزاف ديال الاحداث اللي غادي تشوفوهم في الحلقات المقبله، انتظرونا وديما انتظروا جديد منه. باي. واقفة في مطبخ كبير، راقي كتقطع الربيع وتزحط في الطاسة، لابسة بيجامة طبلية على نصها وحازمة شعرها بالسمدية ديال حياتي، نوضرها كيطلو كحل وهي محنية على القرادة كتقرد. دخلت عندها مولات الدار فطان واسع، راسها شايب ووجهها مكمش باين عليها الشرف، وقالت ليها بصوت مبحوح: رانيا واش جيتي شي غدا؟ طلبت رانيا بابتسامة جميلة وملامح وجهها الجميلة مخفية وسط التعب والإهمال اللي باين على وجهها، وقالت: واش دار الحاجة؟ درت لك الطاجين اللي كيعجبك، نحطلك تغداي؟ الحاجة جاوباتها وقالت: حتى ليا، والله خلي ليا حتى تجي لينا من المدرسة وحتى لينا مجموعين. رانيا: واخا الحاجة، ولا كنت فيك الجوع نحطلك دابا. الحاجة: راكي كتعرفيني ما كنبغيش ناكل بوحدي،
غادي نمشي نصلي ليا شركيات حتى تجي لينا. رانيا واخا الحاجة. خرجت الحاجة وخلات رانيا في كوزينة كتوجد الغدا، حتى سمعت صوت الخطاوي والرواد كيتجرو بلبسات موراها. كانت بنت صغيرة لابسة كسيوة زوينة وطابلية من الفوق دايرة كرينات وشعرها كحل والقصيصة نازلة على عينيها. الشبه بينها وبين رانيا واضح، حتى هي عندها عيون كبار بالشفار كوحد وجه دائري وشبيب ممتلئة. الفرق اللي بينها وبين رانيا هو البراءة، بحيث رانيا مشاو منها ملامح وجهها التعابير بالصهير والتعب والإرهاب. كفتت عندها وهي تحل فمها بخلوعة. اويلي، شكون ضربك؟ شكون دار لك هاد الحالة؟ هضري، شكون دار فيك هاد الشي؟ اويلي. كتجر فيها وكتقلبها بواحد الهستيريا اللي هي كبيرة، ولينا ساكتة ويديها على حناكها باغا تبكي في حين رانيا كدور بيها وتدور بين يديها مخلوعة. هضري، شكون دار فيك هاد الحالة؟ هضري. قالت ليها لينا بتردد وهي خايفة ودموع محجرين في عينيها. قال لي إلا قلتيها شي واحد غادي نذبحك. ضربتها رانيا حناكها وحلات فمها وقالت شكون هذا؟ هضري، غتحمقي تصلتي، هضري قولي شكون. انا اللي غادي نذبحو ماشي هو، غير هضري ما تخافيش. قالت لينا كتبكي والصوت تتقطع وقالت زود. حلات فيها رانيا عينيها وقالت شكون؟ قالت ليها رانيا زود، قال لي نذبحك لا قلتيها لشي واحد. سكتت رانيا مغلظة سنانها وتنفست بعمق كبير وقالت ليها جود عاوتاني، انا غادي نمشي معاك غدا ونوري والديك ما لقاش اللي يحكمو كيتعدى على بنات الناس. عنقاتها كتمسح ليها حناكها. بلاتي الا بقات فيه راني ما نسواش. صافي يا بنتي صافي، دابا نمشي معاك غدا. اللي يقول لك هاد المره غادي نشدو ونعطيه شي قتله ديال العصا يموت ما ينساها. ويلي ويلي على ولد الحرام زرق لك جبهتك، كيفاش دار ليك؟ كيفاش؟ واش ضربك بعدا؟ لينا دار لي هكا طح. رانيا طيحك؟ منين طيحك؟ واش من فوق الطاوله؟ لينا بغا ياخد يد فاطري وانا خديتو ودرتو تحت القيماطر وهو دفعني وطاحت. رانيا درتي فاطرك تحت القيماطر ودفعك تحتي. كان جالس حداك؟ حركت لينا راسها بإيجاب. عنقت ليها رانيا راسها معصبة كتشتت النظر وكتحلف بوحدها. رانيا واخا الا بقات فيك هاد المرة راني ما نسواش. البرغوش غتبقى حتى تجبد ليها عينيها شي نهار. واخا غا بلاتي على والديك، اجي ماما عندي حاجة تغدي راه كتسناك. داتها غسلت ليها يديها وحيدت ليها الطبلية ومشات داتها عند الحاجة الصالون في وسط الفيلا. غير شافتها الحاجة تخلعات. الحاجة وين الشيطان؟ شكون دار لك هاد الضربة؟ جلست حداها رانيا كتصوت. شتي الحاجة هادو اللباس وكل مرة يضربها عييت نتشكى ليه. واه حقر عليها غير هي مالاش دارت ليه. كاع بنتي سكوتي وفي محطتيها كتبقى ما كتجبد حد، هو كل مرة يضربها ومعدي عليها. تنهدات وطهروا عينيها ولا حيت ما عندهاش باها ولا راجل بحياته يدير عليها الهيبة اللي يجي يمسح فينا رجليه. انا وبنتي. شدت الحاجة لينا عندها مهنقاها وقالت ليها لا حول ولا قوة الا بالله، اللي ما عنده هم تولدو حمارتو. هاد الباس ما بغاش يحشم، انا غنمشي معاها ولا ما بغاوش يديروا لينا شي حل معاه انا غادي نحولها من ديك المدرسة. رانيا كيديروا القيمة غير اللي عنده الفلوس، اما اللي بحالي كيمسحوا بيه رجليهم. وبدات تبكي. قطعت الحاجة لا واه، داكشي اللي كيخلصوا لي والدي على داك الولد راه كنخلصوا ليه حتى انا. على بنتي لينا راه ما راهاش كتقرا تما فابور ولا كيخلصوا عليها من جيبهم مزيان تبارك الله. قالت رانيا وهي تمسح دموعها. الله يكتر خيرك الحاجة ويطول في عمرك. الحاجة يلا حطاني نتغداو، الله يرضي عليك راك بحال بنتي ما تبقايش تبكي. نبكي انا اللي سامحين فيا ولادي كاملين. يا حسرة، حتى كبرتهم ورديتهم رجال وزوجتهم ومشات صحتي كاملة في ترابيهم. على اخر ايامي سمحوا فيا، اللي تزوج واللي خدم كيزيد
وكيطفليها مع ولادو، ما يكلفو روسهم حتى يطلعو عليا خلوني بوحدي، وكون ما هاد الدار ديالي كون راه تلات بيا ليام في دار الهجازة. بس رانيا راسها وبدات تطبطب عليها باش ما تبكيش عاوتاني، وقالت ليها انا معاك الحاجه خيرك سابق، وانا عمري نسمح فيك، الله يطول ليا في عمرك. هذه الحاجه مسكينه كبروا ولادها وخلاوها، وفي كل مره كتفكرهم كتبدا تبكي بوحدها وتقول دابا يجي النهار اللي يجيو يطلعوا عليا بزز منهم، وداك النهار وحيد اللي غيشوفوني فيه، وما نقدرش انا نشوفهم ديك الساعه، ونمشي لداري اللي تحت التراب تشوف واش يطلعوا عليا، واخا غير مره في العام. الحصول حتى واحد ما همني في هاد الدنيا، لا اللي عنده الفلوس ولا اللي ما عندوش، ولا اللي كبير ولا اللي صغير. ها هي الحاجه ورانيا، وحده كبيره بقات ليها خطوه للكبر، وحده صغيره يلا بدات في العشرينات، وحده شايط عليها الخير ما بقات فين تحطو، وحده كتحفر بضفارها وتعض بسنانها باش تكسي بنتها وراسها وتشبع كرشها. لقاهم الله باش وحده تحلف الاخرى. رانيا هزاها ودايره ليها اللي ما يديروش ليها ولادها، والحاجه كاسياها وموكلاها وحطاها بحال وحده بنتها في عينيها، ودايره ليها اللي ما يديروش ليها والديها. كتقري ليها بنتها في اكبر مدرسه غير مع ولاد الاغنياء، وكتعطيها تصرف عليها بلا حساب. وهذه هي الحياه، وهكا كدور الايام، وكيحطوا راسهم على الخده في الليل، وفي كل وحده كتراجع مبهة نيدة طالعه من العمق وسط الظلام بيوتهم. رانا يا معنقه بنتها عندها بيت صغيره فوق الناموسيه، والحاجه مهمقه التسبيح وطيحت في الدميغات على اللي مشاو وما سولو فيها. صباح الحال، صبحات الحاجه واقفه لابسه حوايجها وكتسنى فرانيا اللي مهبطه لينا ملبساها حوايجها وباشطه ليها شعرها ودايره ليها الريحه. لبست عشكرتها الغوزيه وبسها بحنيكاتها ومشات شاده في الحاجه، وخرجوا الطوموبيل فتح ليهم الشيفور. الحاجه صباح الخير، فين هو لهاد الصباح؟ الحاجه زيد ديني المدرسه ديال لينا. الشيفور هي الاولى الحاجه لينا صباح الخير والشيهات. ابتسمت لينا بخجل وقالت صباح الخير عمي العربي الله يرضي عليك وينجحك، يلا طلعي حدا الحاجه المجتهده. سد ليهم باب بسرعه بالسياره الفاخره ومشى. رجعت رانيا لشغل الدار، تتمسح وتتجفف وتتنظف وتطيب، ما مقصرش من جهدها، حاسبه الدار دارها. حتى رجعت الحاجه ومشات تعضت ليها في يديها وبست ليها يديها وهي سخبانه، جلساتها وعطاتها الماء. الحاجه صافي ترتقسي معاهم مسمار. رانيا سمحي ليا الحاجه سخسك على الصباح. الحاجه صافي غادي يحولوها من داك القسم، ما جيت حتى جلسها في الطاوله ديالها مع المعلمه الجديده وفي القسم الجديد عاد شي سلاله. رانيا الله يخليك لينا الحاجه ويطول في عمرك. الحاجه سيري جيبي لي الدواء ديالي سخفت. رانيا هي الاولى الحاجه. وفي الاستراحه وسط الساحه وتحت انظار المعلمين كيلعبوا الوليدات الصغار في الالعاب وتيتسحلقوا، ومنهم لينا اللي فرحانه وهي الصغيره فيهم وكليوله بحال الميله ما كتبانش، كتجرب شويه ليها وتتشوف قدامها فرحانه حيت وصلت نوبتها باش تطلع في الدريجات وتزلق حتى هي في حقها. ومن جهه اخرى جاي جيتها ولد صغير قنتها في السن لكن وافيه ليها، عقد حجبانو قصدها مباشره حتى للسلم ديال الالعاب اللي وقعت فيه هي، وهز صبعو شير ليها وقال ليها بغضب بالعربيه مخلطه مع الفرنسي انتي اللي شكيتي بيا المدير، انا غنوريك. جرها من يديها وهي في الدرجه الرابعه وطيحها حتى غوتت غوته وحده وكرمت في الارض. وفي الفيلا سرسر تيليفون سر مشات رانيا كتجري عنده وكتمسح يديها في السربيته وهزات السماعه. ردات رانيا السلام عليكم، وحتى ولات تقول اويلي وحدي. حطت التليفون ومشات كتجري بالعقل
وتما راجعة ما عارفة ما دير، مشات للكوزينة هزت أول جلابة شافتها معلقة، لهت عليها وخرجت كطير، لقات الشيفور شاد تيو كيرش الجردة وبدات تشير ليه وتعيط ليه وكتجري العربي واسي العربي وازي جري جري. نهز العربي راسو شاف فيها وقال الله يسمعنا خبر الخير. لحتيو وقطع الماء مسخوط الوالدين وقطع هاني جاي تبع رانيا اشكي واش حاجه وقعت ليها شي حاجه. رانيا بالخلعه بنتي العربي بنتي شري دينا المدرسه ما عرفتش واقع عليها. الله يا ربي الله. طلعت كتجري بالعقل حالتها حاله والسبنيه مايله على شعرها اللور والصندالة ميكاب وبيجامه في الشيبي كطل تحت الجلابه ووجهها صفر بقاو كيبانو فيها غير العينين. نزلت حدا باب المدرسة والعربي موراها كيجري سالف. دخلت الإدارة بحال شي حمقى وهي تلقى المدير جالس في المكتب وحداه راجل طويل وهامر شعرو كحل لابس قميجة شيبية وسروال توب باين عليه الثراء من الهاتف والساعة اللي في يدو. هز عيني في الباب بسرعة مباشرة فاش دخلت عليهم رانيا وهو حقد حجبانو ورجع شاف الأرض طالع ليه الدم. وفي الكرسي اللي قدامه جالسة واحد المرا لابسة صاية ديال الثوب فوق ركبة وقميجة أنيقة شعرها زعر تحت الكتاف وطالون بيض البشرة عندها بيضة وهزة حجبانها كدي في رجليها وتجيبها. رانيا بالخلعة بنتي فين بنتي قولوا لي فين بنتي. المدير وقف مادام رانيا بنتك لاباس عليها الحمد لله وهي حاليا مع ممرض والدكتور ما عندك مناش تخافي غير تناي. رانيا ويلي للدكتور اشنو قال لبنتي. المرا اوف جالسة وبدات كتشوف فيها بنظر عين وطلع وتهبط فيها ورجعت قلبت عينيها للجهة الأخرى. المدير مجرد واحد الكسر خفيف في يديها ورا ولات لاباس. رانيا ويلي بنتي تهرسات شكون هرسها. نهد المدير وقال كانت كتلعب مع الزملاء ديالها وطاحت. وقف الراجل اللي كان جالس فوق كرسي وقال باعتذار مادام رانيا سمحي لي بزاف كنت اسف لهادشي اللي وقع اليوم انا الاب ديال جود بناني. قاطعته رانيا وقالت ليه صافي يا سيدي بقيتو على خاطركم ها هو هرس يا بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي اللي بحالكم حيت بنتي عندها غير امها ما عندهاش الراجل اللي وقف ليكم وقد عليكم داكشي علاش تماديتو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا بنتي ما غنخليهاش هنا ما غنخليهاش كاع تكرهنا بالنقص مشى كرايا. الله اللي كرايا اللي ترزيني في بنتي. خرجت وخلاتو واقف والمرة التانية مطلعها جناب شنيفة تصوت بوحدها وقفات ومدات يديها للمدير وقالت كنت اسف على هادشي اللي وقع من بعد نهضروا مع جود شكرا لك. وقفات حدا راجلها اللي مازال واقف في بلاصتو قابل مع الباب كيما خلاتو رانيا وقالت بصوت منخفض يلا نمشيو بحالنا. خرج سبقها قال نحرجبو ومشى لبرا حدا السيارة وقال صرامة سيري جيبي ولدك سنيني الالتزام. وقالت لي بسخرية مالو كتل روح علاش غنسني لي هاد الالتزام بزاف. قال بغضب سيري سني لولدك التزام بحالو بحال كاع الناس وخلي مشاكلنا نفكوها في الدار بلا ما نبداو هنا وسط الشارع. ومشات بغضب هزا راسها كتخرخب وداز حدا رانيا اللي خارجه محنيه كتسكت بنتها وشاده ليها في يدها واليد الاخرى دايره ليها القبص. حضروا بجوج عينيهم فاش دازو حدا بعضياتهم وحده دخلات والاخرى خرجات وداز حدا الاب اللي واقف كيهضر في التليفون حدا السياره الفخمه ديالو. شاف الحاله اللي خرجت فيها قدامو هي وبنتها كان غادي يقطع ويمشي عندها ورجعت تراجع وكان مركبها حتى ركبات بنتها في السياره وطلعت حداها ومشاو. حسبي الله عليه توكلت. خرجت السيدة الأنيقة شدا ولدها في يدو كتضحك معاه وتتمسح ليه شعرو وبطلع في الطوموبيل لكن تصدمت فاش شافت راجلها جبدلو ودنا وقال ليه بغضب عقل هادشي اللي درتي انا غنعاود لك الترابيزه طلع. المرا لا ما ديرليش هكاك علاش جبتي ودنو مالو شنو دار كاع.
شير بصبعو ليها بغضب وقال ليها غاد تسكتي دابا ولا غنخلي الشارع كامل يتفرج فيك وفي الترابي ديالك. انا اللي غنربي ولدي من هنا الفوق وما تدخليش، سمعتيني؟ المراه كيفاش ما ندخلش ولدي حتى انا، وزيدو راه ماشي شي ناس مهمين اللي داير عليهم هاد الحاله، راك شفتي امها كي دايره حالتها حاله وهمجيه، بنتها غتكون بحالها وهي اللي جبداتو. طلع ولدو في السياره كيبكي وسد عليه الباب بالجهد كيردد ويحرك راسو. ماشي الناس مهمين، ما عندناش علاش نتقلقو نخليوه يدير اللي بغا حيت غير دراوش. المراه دراوش وكتقرب بنتها في ايكول بريفي، هادي باز، هادي غتكون غير شي مربيه ربات الكبده على بنت الناس. طلع في السياره سد عليه ودي مرة ما تجاوبش معاها، طلعت حداه وكل شويه دور موراها وتسكت ولدها بحال الاب كل شويه يهز عينو في المرايه ويحلف فيه، حتى وصلوا للفيلا بتصميم حديث ودخل السياره لداخل ونزل فتح الباب على ولدو جرو خرجو. الاب دخل نتفاهم معاك، نوريك لبسالو وقلة الادب اش كدير. الام سي محمد بشويه راه ولدك. تلفت وشاوير بصبعو بجديه ما تدخليش حسن ليك. جرو من كرفاتو كيبكي وطلعو لبيتو سد الباب وراه بالجهد وبدا يشمر على يديه قدام ولدو اللي غيموت بالخلعه. محمد كيفاش طيحتي البنت وهرستيها من يديها؟ دير ليا تما صاع، انا كنصيفطك تقرا ولا كنصيفطك تهرس ليا ولاد الناس ونبقى انا تابعك نصلح اخطائك؟ هضر يلا جاوبني. حتى كنجود في واحد الركنه كيترعد وتيسمتم. ما عاودش صافي، اخر مره ما نعاودش. محمد عرفتي شنو قال لي المدير؟ قال لي ديما كضربها وكتجي ماماها كتشكى منك، يعني انت ديما معدي على البنت الناس واليوم طيحتيها. انا غنوري والديك، يلا جيب يديك الشبكه لهنا بصوت عالي تحرك. مشى جود كيشطح بالخلعه، تلف على الشبكه وهي زرقاء قدامه، كنقول ليه هنا. محمد ها الشبكه جرها جود كيقفقف. محمد جمع دوك الالعاب كامل في الشبكه، يلا تحرك. جالسه منقه بنتها في يديها كتألمها في الكوزينه وحاطه ليها كاع الحلويات اللي كتبغي وكتوكلها بشويه. رانيا نسي ليا اللي ديدا بنتي وكلي شويه، انا جبت ليك الحلوه اللي كتبغي. لينا ما تطردش على امها، مسحت رانيا على وجهها بشويه وقالت ليها ها هي ديال الشكلاط لبنتي غتاكلها بوحدها. لينا ما تتجاوبهاش عاوتاني، نحيت رانيا بعنف حيرة حتى بغات تبكي وعنقتها وقالت ليها ما غتبقاش تمشي لديك المدرسة كاع، غادي نهضر مع الحاجة تحولك المدرسة حسن من هاديك. واش كضرك يدك؟ حركت ليها راسها بأسى، غرغرو عيني رانيا وهي كتشوف بنتها وقالت ليها كتبغي ماما كيكا بنتي؟ حركت لينا راسها بإيجاب وتكت راسها عندها عنقتها رانيا بقوة وقالت ليها انا كنموت عليك ونطيح عليك في العافيه، انتي هي ضو عينيا وحياتي الله يحفظك ليا يا بنتي. صافي نسي ليا اليديده راه فيها القبص ما غيضركش. دخلت الحاجه بنتي لينا كي بقات يدك؟ الله الله على بنيتي، واخا غير بلاتي دابا نوريهم وجههم في المرايه. قالت لي راني بتردد كون غير حاولنا همت تما الحاجه ان شاء الله نشوفوا ليها مدرسه احسن كاع من هذيك. شحال عندي انا من لينا، غير روحي دار الكبيده ديالي، غير خليها دابا حتى تسالي الايام ديالها ديال الراحه وديك الساعه نعيط للاب الكبير وهو يمشي ينقلها. رانيا يلا بنتي ترتاحي، يلا نديك نعسك فكسي بكري اليوم. الحاجه ديري ليا الحمام ميدفى نص العظيمات يا رانيا. رانيا هي الاولى الحاجه ناط رانيا تقضي شغلها بالزربه، نعست بنتها وبدات فيها وخلاتها فرحانه. فرحت الله ودخلت الحاجه الحمام فركاتها وطلت فيها ورجعت للحمام، غسلات ودارت بحالتها شويه وجمعت ومشات عند بنتها عنقتها وحطت راسها على المخده في الظلام ساهيه وكتبكي حتى بردات ونسات حتى الصباح الحال.
ومنين صبح الصباح حتى صونت ولات صوني طن 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 طن. رانيا بلاتي خرجت من الكوزينة بالبانطوفة كحلة وبيجامة صفرا نص كم نقية وجمع شعرها باينة ليها الحمام اللي دارت البارح. حليت الباب وتمات نازلة مع الدروج ديال الجردة باش شحال الباب التاني ويطلق العربي يجي من نونيت. العربي شي حد بناني بغا يشوفكم. استغربت راني وقالت شي حد سميتو بناني؟ العربي قال بلي جاي بغا يشوفكم. رانيا حيد نشوف. مشات حلت الباب لقات جود بناني واقف هاز كارطونة في يدو بوحدو حامي راسو. هبطات راسها عندو مستغربة شارت شي ويتسمع صوت آخر غليظ. صباح الخير لالا. هزت راسها لقات نفس الرجل بتشين وتيشورت ابيض ونظارة شمسية. قدات حجبانها وبقات كتشوف فيه. الحاجة مرحبا السي بناني مرحبا زرتنا البركة. قال بابتسامة وهو جالس معاهم في الصالون الرومي وحدا ولدو حاني راسو وشد الولد في يدو حشمان. محمد الله يبارك فيك الحاجة ايوا وريدي درتي عقلك شي ولا باقي؟ تلفت محمد شاف جود اللي عرف المعنى عليه وبقى ساكت. محمد جاوب. حرك محمد راسو بالإجابة. الحاجة الله يصلح. محمد آمين. الحاجة رانيا جلسي يا بنتي جلسي. حتى رانيا الصينية اللي جابت وجلسات كتصوت مدورة وجهها ما عجبهاش الحال. قال محمد بارتباك جينا كنعتذروا على رانيا على داكشي اللي وقع البارح وان شاء الله عمرو ما يتعاود. تلفتت رانيا وقالت بصرامة ماشي اول مرة السي بناني كيوقع هادشي راه في سيمانة وحدة ضربها طيحها جبهتها لقا والنهار الثاني هرسها. اللي عنده شي مشكل معاه يقولوا نحلوه. نهاد السي بناني وقال ما كنتش عارفه شنو كيوقع وفاش عرفت راه درت اللازم معاه وهادشي عمرو ما يتعاود غير كوني هانيه. حرك جود راسو وهو نبطو ما كيهزش كاع عينيه وما كينطقش. رانيا كتخاطب جود واش تعدات عليك لينا واش ضربات ولا خدات لك شي حاجه ديالك؟ جود مرضاش يجاوب. رانيا قول لي واش دارت ليك شي حاجه؟ غرغرو عينين جود وقال بصوت متقطع كيتنخصص هي علاش شكات بيا عند لاميطريس. استغرب محمد وهو حط يدو على راس ولدو وقال فوقاش شكات بيك؟ قال كيتخصص شكات بيا محمد علاش شكات بيك اشنو درتي؟ تما لينا جايه ديك الساعه البيجامه ويديها معلقه وشعرها مشاكك لابسه بانطوفل مقلوب. جرتها رانيا كتساتها عندها وجمعتيها شعرها وقالت ليها قولي لي يا ماما علاش شكيتي عند لاميطريس شنو دار؟ قالت لينا ساكته ويخاطبها جود كيبكي انتي مسيتي عند لاميطريس شكيتي بيا عندها. لينا بصوت طفولي بريء لا لاميطريس هي اللي سولاتني وقالت لي شكون دار البساله وانت اللي درتي البساله. نهاد محمد كيصوت صافي هادشي جود ولا ما تخلي علاش تعطيني عقوبه وماشي انا اللي درت البساله. لينا لا ضربتي يا عمران. قبلت خوصه وبقى كيبكي. محمد مالك صاحبي على الضرب والجرح مالك؟ جود هي بداتني شكات بيا. عمران خدا ليا لا تخوصه الاولها ضربتو. بقات لينا ساكته وجا محمد جود برجليه باش ما يحسوش بلا بوحدو وحتى بات تقلب عليه ووقفوا برجليه ومسح ليه عينيه وكان صافي علاش ما قلتيش لي هادشي البارح؟ جود ضربها بسكته. محمد يلا على جينا هنا. بقى جود ساكت ومشى بخطوه بطيئه في اتجاه لينا عطاها الولد وقال ليها جو سويتي زولي. رجع بحالو عند باه ما راضيش وعنقو بدا كيبكي قدامهم وبا كيطبطب عليه ورا ظهرو. محمد صافي مالكاش وقع لا نتيشا صاحبي صافي. جود نمشيو بحالنا. محمد يلا احنا غنمشيو صافي. وقف محمد بابتسامه وسلم على الحاجه سمحي لينا صدعناك. وشاف رانيا وقال ليها لالا رانيا خلينا ليك الراحه. مدت رانيا يديها المسامحه ما وقع والو. الحاجه جلسوا تشربوا بعد الكاس ديال اتاي جلسوا والله حتى جلسوا. محمد
جا الجود وقال لي بلاتي شويه وغنمشيو نديرو الخاطر الحاجه. يلا جلس. النطرانيه هزات بنتها وتمات غاديه، ومحمد كيشوف بيها حتى تكلمت الحاجه. ايه يا وليدي، شوف سبحان الله، الدنيا شحال صغيره. البشير بناني راه كان صاحب المرحوم، باقي في الحياه. محمد: باقي في الحياه الحمد لله. الحاجه: الله يطول ليه في العمر، قول لي سلمت عليك الحاجه فخيته، راه غيكون مازال الحق عليا. محمد: ان شاء الله، مرحبا بسلامك. الحاجه: ايوا عندك شي وليدات اخرين؟ محمد: هاد الساعه كاين غير هاد البوراس هذا فيه 10 ما شاء الله. الحاجه: الصلاة والنبي عليه، الله يخليه لك. ايوا وليدي، اش غادي نقول لك، راني مسكينه، راه مرا وحدانيه عايشه معايا هي ولينا بنتها، اما انا ولادي مشاو خلاوني، ما بقاوش كيسولوا فيا، ولو كان ما راني الله يرضى عليها هي اللي مونساني وهزاني. نهد محمد وقال بأسف: الله ما خلق الحاجة. قال الحاجة: نخليك دابا والله لاقي نفسها احسن من هادي. الحاجة: جلس باقي الحال. جلس والله ما تمشي حتى تاكل الحلوى. رشي محمد: جلس. ايوا قلت لك وليدي انا مريضة، ما شكيت عليك، وولادي عارفين اني مريضة وما كيجيوش عندي. ايوا شفتي ولاد اخر الزمان، درت ديك البنية راني مسكينة مغمر عليا هاد الدار، كي شفتي دابا من نهار طلقات الراجل مشى ما شافش وراه. ايوا شفتي الرجال ديال اخر الزمان ما كيسول حتى على بنتو. عيفت رجال، الله يعطي شي مصيبة. محمد: لا حول ولا قوة الا بالله.